تخيل يا صديقي العزيز، الهلال نادي منشق مش نادي مؤسس زي بقية الأندية. هنشوف ايه التفاصيل اللي اتقالت دي بالفيديو ونعلق عليها مع بعض، كذلك في ردة فعل بعد كلام رئيس نادي الأهلي خالد العيسى مع تركي العجمة. ردة الفعل دي متمثلة في الإعلام الاتحادي محمد أبو هداية، ووجه كلامه لنادي الهلال السعودي وقارن ما بين ديون نادي الأهلي والبذخ والمصاريف اللي بتصرف في نادي الهلال على لاعبين ملهمش أي لازمة. ندخل بعد كده يا صديقي العزيز على النقطة الثالثة، وتخوف إعلامي نصراوي من تحويل نادي النصر السعودي لفرع من نادي الهلال بسبب توغل الهلالية داخل البيت النصراوي. هنشوف كل التفاصيل دي ونعلق عليها زي ما تعودنا دايما في إطار الاحترام والمنطق. بس لو بتتفرج علينا ولسه ما اشتركتش في القناة، انزل يا صديقي العزيز اعمل لايك الفيديو واشترك في القناة، وشرفنا وجودك معنا في القناة عشان تتابع كل فيديوهاتنا أول بأول. وتعالى ندخل في الموضوع على طول ونشوف بالفيديو قصة ان الهلال فريق منشق مش فريق مؤسس زي بقية الأندية. تقول انه فلان هو مؤسس النصر ولا فلان هو مؤسس الهلال، وبعدين خلاص انت قلت معلومتك. هذا دليل على انك انت شاك اصلا. انت تبغى ترسخ المعلومه لانك انت نفسك ما انت صادق فيها، عارف انك ما انت 100%، فقاعد باستمرار تعيد وتكرر. بطولات النصر هي مسجله وموثقه ولن يلغيها احد نهائي. بالضبط. اللي اسس النصر موثق، ولا زالوا ابنائه احياء يرزقون ابنائهم وعارفين وش اللي صار ويتكلمون عن اللي صار، وهم الله يرحمهم سبق طلعوا وقالوا هالكلام. اللي مؤسس الهلال نفس القصه. طبعا الهلال ما هو مؤسس بامانه، الهلال منشق بالنادي، يعني ما كان في تاسيس بمعنى التاسيس. مجموعه كانت في نادي الهلال طلعت وكونت الاولمبي، ثم الاولمبي زي ما سمعنا يا جماعة مع بعض، أخونا محمد الدويش أعلن إن نادي الهلال بكل صراحة زي ما هو قال نادي منشق مش نادي مؤسس زي نادي النصر. أنا مش حابب إن أنا أدخل في الجدال ده، ولا يعنيني إن أدخل في الجدال ده. وشفت فيديوهات بالمناسبة ناس طلعت وردت، وفيديوهات قديمة وناس طلعت اتكلمت قال والله طيب أنت بتتكلم كده، ده في أصلا ناس طلعت وقالت إن اللي أسس نادي النصر فلان الفلاني ومش عارف إيه، وكلام كتير ولغط كبير جدا مش حابب إن أنا أدخل فيه، ولا يعنيني الكلام ده، ولا يعنيني إن حضرتك تطلع تقول الهلال نادي منشق وده نادي مؤسس، أو ده مؤسس وده منشق، أو ده مثلا نادي قديم جدا له 100 سنة 80 سنة 70 سنة وده نادي حديث ملوش 20 سنة. ما يهمنيش الكلام ده قد ما يهمني الواقع والحاضر. يعني أنا مش من الناس اللي هي تفضل تتكلم في الماضي 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 والواقع بتاعها سيء. ما يهمنيش الكلام ده، ولا أفضل إن أنا أتكلم بالطريقة دي. أنا يهمني الكلام العقلاني والكلام المنطقي والكلام اللي احنا نبني عليه نتائج إيجابية للمستقبل، والفريق بتاعنا يكون ناجح في الحاضر، ونحاول إن احنا نستمر في النجاح ده للمستقبل. الكلام ده متمثل في مين؟ الكلام ده واقع وواقعي في نادي الهلال السعودي الأيام دي والفترة دي والسنوات الأخيرة. السنوات الأخيرة اللي احنا شايفينه إن نادي الهلال مسيطر على البطولات. اللي احنا شايفينه من نادي الهلال إنه مكتسح البطولات، سواء البطولات المحلية وهو أكتر فرقة سعودية محققة البطولات الخارجية، سواء البطولات القارية أو تشريف المملكة العربية السعودية على مستوى البطولة العالمية وتحقيق وصفة العالم، مش مجرد المشاركة بس. لأن كذلك بنسمع بالمناسبة مثلا زي بندر الدبيخي قال النصر في كأس العالم للأندية أول من شرف الوطن والعرب وقارته الآسيوية، بينما نادي يسعى للهروب عن المركز السابع. وجايب كده سكرين شوت لجريدة الرياضي مكتوب النصر وريال مدريد في أقوى مباراة في تاريخ الأندية السعودية، ومن تحت مكتوب أتيت لإنقاذ الزعيم من سابع الدوري. ده الكلام اللي هم بيتكلموا فيه الماضي. طيب انت بتتكلم حضرتك مثلا هنا بتقول النصر أول من شرف المملكة العربية السعودية على الصعيد العالمي، هو الأفضلية في أول من شرف ولا أفضل من شرف؟ حضرتك بتقول أول من شرف، أوكي حضرتك أول من شرف، ولكن مين أفضل من شرف؟ مين اللي حقق مركز محترم؟ نادي الهلال اللي احنا بنتكلم فيه، وده الواقع اللي احنا بنتكلم فيه يا جماعة. الواقع حاليا ان حضرتك بتقول لي والله قديما ده فريق مؤسس وده فريق غير مؤسس وده فريق منشق. مش ده الأهم. الأهم من الواقع دلوقتي ان الهلال رغم ان كل اللي حضرتك بتقوله هو أكتر فرقة محققة الدوري السعودي وأكتر فرقة محققة البطولات المحلية وأكتر فرقة مشرفة المملكة العربية السعودية على الصعيد الخارجي، رغم كل المساوئ اللي الناس بتحاول ان هي تصدرها عن الهلال أو تنتقص بيها نادي الهلال السعودي، الهلال هو الأول على مستوى الكرة
السعودية. ندخل بعد كده على النقطة الثانية يا صديقي العزيز، ردة الفعل على كلام خالد العيسى رئيس نادي الأهلي. الكلام ده طلع من أخونا الإعلامي محمد أبو هداية، ودخل طبعا بلا شك نادي الهلال في الموضوع. قال لك زعلوا على ديون الأهلي، ولاعب عندهم عقده 3 أضعاف مقضيها في المواقف موسم كامل. الكلام ده هو طبعا يقصد به نيمار وعدم مشاركة نيمار مع نادي الهلال. طب ممكن ردة فعل أخرى تطلع تقول لك والله بتتكلم كده على نيمار، نيمار قاعد في المدرجات وبيحقق البطولات. يعني نادي الهلال انت بتقول انه صرف مبلغ كذا في نيمار وما استفادش منه. طيب ده نقطة إيجابية ممكن بزاوية أخرى بالنسبة لنادي الهلال، إن هو رغم إنه صرف المبلغ الكبير ده في لاعب عالمي زي ده، واللاعب العالمي ده ما شاركش مع الفرقة ومع ذلك الفرقة بتحقق البطولات. ما بالك لو اللاعب ده كان مشارك في الإنجازات اللي بيحققها نادي الهلال وفي المباريات والبطولات والمنافسات، كان نادي الهلال وصل لفين اكتر من اللي هو وصل. النقطه الثالثه بقى يا صديقي العزيز، الكلام القوي الكبير اللي قاله اخونا فلاح القحطاني. قال لك لماذا يتم تعيين موظفين ميولهم هلاليه ليعملون في النصر، ولماذا لا نرى موظفين ميولهم نصراوية في الهلال؟ البعض قد يستهين بالأمر، لكن نتائجها وعواقبها ستكون وخيمة على النصراويين، وسيأتي اليوم الذي يصبح فيه النصر فرعا للهلال. خذوها ولا خلوها، لكن تذكروا هذا الكلام جيدا. والله في نقطتين رد محترمين جدا على الكلام اللي حضرتك قايله. حضرتك بتقول ليه بيتم تعيين ناس ميولها هلالية في نادي النصر السعودي ومش بيتم تعيين ناس ميولها نصراوية في الهلال السعودي؟ انا عايز اقول لحضرتك ان الاعلام النصراوي لسه من كام يوم وطلعنا ردنا على الكلام ده، مش بيقول تعيين ناس ميولها نصراوية في نادي الهلال، ده بيقولوا رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل ميوله نصراوية. يعني اكبر راس الهلال السعودي رئيس النادي ميوله نصراوية، مش مجرد ناس عاديين. والكلام ده مش قالوا الاعلام الهلالي ولا الاعلام الاتحادي ولا الاعلام الاهلاوي، قالوا الاعلام النصراوي. فحضرتك زعلان بتقول ليه في ناس في الاداره النصراويه ميولها هلاليه؟ انا بقول لحضرتك يرد عليك الاعلام النصراوي نفسه اللي طلع وقال رئيس الهلال نفسه شخصيا ميوله نصراويه. فالامر بسيط جدا، مفيش اي مشكله. ولو هتبص من المصلحه العامه سيبك من الميول، اهم حاجه الكفاءات الاداريه. عندك شخص ميوله هلاليه، ميوله اتحاديه، ميوله اهلاويه، ايا كان ايه ميوله مفيش اي مشكله. ميوله ريال مدريد، برشلونه، بايرن ميونخ، اجنبي ملوش اي علاقه بالكره العربيه بتاعتنا. اهم حاجه الكفاءه الاداريه ان هو ينجحك. كذلك بالنسبه لنادي الهلال الكلام ده ردنا عليه لما قالوا فهد بن نافل ميوله نصراويه. قلنا ما احلى ان هو تكون ميوله نصراويه بس كفء اداريا بالكفاءه اللي احنا شايفينها واللي بتؤتي ثمارها مع نجاحات نادي الهلال. فقصه الميول ومش الميول والحاجات اللي في القلب والحاجات اللي يعرفها ربنا دي لا تعنينا. الاهم بالنسبه لنا الشغل والعمل والنجاحات في ارض الملعب. نقطه ان حضرتك بتقول لي والله هيتحول بعد كده نادي النصر هيبقى فرع لنادي الهلال، مفيش اي مشكله يبقى فرع ولا ما يبقاش فرع. الاهم ان هو يبقى فرقه ناجحه، بدليل ان لسه كنا لما نتكلم اخونا محمد الدويش قال لك نادي الهلال نادي منشق وفرع لنادي اخر ونادي غير مؤسس، بينما نادي النصر مؤسس. ومع ذلك نادي الهلال نجح ومحقق كل البطولات واكتر فرقه سعوديه محققه البطولات. فسيبك بقى قصه ان هو يبقى فرع من الهلال او ما يبقاش فرع من الهلال. نادي الهلال نفسه هو اكبر فرقه واكتر فرقه محققه بطولات على مستوى الكره السعوديه. اتقال عليه من الاعلام النصراوي ان هو نادي منشق عن نادي اخر، ومع ذلك هو اكتر فرقه ناجحه. فما فيش اي مشكله في قصه منشق ولا مش منشق وفرع لنادي اخر ولا مش فرع لنادي اخر. الاهم هي النجاحات والاهم هي احراز البطولات. فبصراحه لو هتبص على الفيديو ده هتبص تلاقيني انا برد على الكلام مننا فينا، يعني اللي بيطلع بيتكلم من هنا حاجه، الثاني بيطلع يعرضه، واللي عرضه النهارده بيطلع يعرضه بكره، والكلام كله متداخل والتصريحات كلها متداخله في بعض والتصريحات كلها متناقضه مع بعض لانها غير مبنيه على ارض منطقية. وده اللي احنا بنقوله، ان لما يبقى يكون الكلام منطقي يا جماعة الكلام بيقبل والكلام محدش يقدر يغلطك فيه. لكن لما بيكون الكلام غير منطقي مع الوقت حتى هتبص تلاقي الكلام بيعارض بعضه. عامة يا صديقي العزيز طالما وصلت معايا لحد اللحظة دي في الفيديو انزل اعمل لايك الفيديو واشترك في القناة. شرفنا وجودك معانا في القناة عشان تتابع فيديوهاتنا اول باول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.